ألا يوجد رجل بينكم يا محمد؟ لقد كان لي رأي بثباتكم وإيمانكم أكثر من هؤلاء. يا محمد، يقال إنك جئت مع نساء المدينة لملاقاتنا. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد؟ ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذه؟ وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم. عقيدتهم مبنية على الكذب يا أبا سفيان. هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ أيوجد بينكم من يستطيع أن يسكت صوت هذا الكافر؟ هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر؟ هذا كلام رسول الله. يا رب العالمين، في بدر أخذت منا عبيدة، وفي أحد حمزة، وهذا علي أخو وابن عم رسولك. خذ أنت بيده يا الله وانصره على عدوه نصرا مبينا. الله أكبر. انظر، سوف نبيدهم. ليس فيهم رجل واحد. يا عمرو، يبدو أن فيهم رجلا واحدا. فقد خرج الآن الإسلام كله لمواجهة وقتال الكفر كله. علي بن أبي طالب؟ يا رب، ليس على الأرض الآن سوى هذا الفارس الصغير الذي يحمل اسمك واستمرارية رسالتك ويسعى في سبيل نشرها. وليس غريبا أن يخرج محبوك الغرباء هؤلاء إلى المواجهة كي لا يكون لأحد سواك مكان في القلوب. لقد أودعتك عليا على هذه الحال، فثبت قدميه وامنحه القوة والعزم في يديه ببركتك. نحن لا نهرق دم أحد. عد إذن إلى قبيلتك، أغمد سيفك الآن، فإن كان أبو سفيان معك حتى هو ما كان ليذهب نحو الخندق. هل تعرفني جيدا؟ نعم، أعرفك جيدا، وأنا على ثقة تامة بأنك لم تنس ضربة سيفي في الخندق. إذن أظهر شجاعتك، دع الحاضرين يروا أنك تعرف قاعدة الشجاعة. يا أبا سفيان، هذا الفتى قد وضعني أمام 3 خيارات، فإما أن أسلم وأتركك وحيدا، وإما أن أقاتله. إذن ابق مكانك كي ترى بأسنا وترى هذا المارد الذي يرتعد منه الأسد المفترس. لقد أنشدت جيدا، ولكن من على ظهر فرسك.
لك قدمك كي تشعر بالألم الذي يشعر به فرس مقطوع القوائم. عشق يا فتى، أرحني من هذا العار الكبير. فلم يرى قط إنسان حتى الآن شخصا كهذا ساقطا على الأرض. اقطع رأسي. أين تذهب؟ أرحني من هذا العذاب يا علي. أنا أعرف ضربة سيفك جيدا في بدر. كنت أعلم أن لدى العرب لا يوجد ند لي سوى علي. لقد بصقت عليك كي أغضبك بسرعة وتقوم بإنهاء أمري لتريحني من ألمي ونظرات القوم إلي باستهزاء. نحن أهل البيت ليس لدينا شيء إلا في سبيل الله. وقاحتك أثارت غضبي. إذا أسرعت وأطفأت غضبي بقتلك فإنني أكون قد قدمت رضاي على رضا الله. تمشيت قليلا فهدأت نفسي واستغفرت ربي، والآن أنفذ فيك أمري لله وعلى اسم الله. إلى أين تفرون أيها الجبناء؟ عليكم أن تقاوموا. إن ضربة علي في الخندق أفضل من عبادة الثقلين. علي! علي! اسمعني جيدا يا ابن أبي طالب، لقد ازداد حقد عليك أكثر. انتظر إلى أن تتذوق طعم ضربتي. سأكون ندا لك بعد ما فعلته. هل سمعت ما قلته؟ سأكون ندا لك بعد هذا. لما أبو سفيان مغتاظ منك هكذا؟ كان عليه توجيه هذا الكلام إلى رسول الله. إن لم تكن لدى أبي سفيان رغبة في القتال فإن لديه قلبا كبيرا وأسود كما إبليس، سيبقى متربصا بي وبأتباعي ما دامت الدنيا قائمة.